من يوم على اليامال والموال ونهى مرسل الحانه، على اليامال والموال ونهى مرسل الحانه، أبرسل دوخلة شوق الفريج أنشد عن الغاية. يا مال كعادتها في كل عام تعود أمواج الخليج لتداعب شاطئ بلدة سنابس، وتعزف لحنها المتجدد المصحوب بشذا اليامال القادم من البعيد، وتنشده نوارس البحر البيضاء المكحلة بالسواد، وهي تحلق بين زرقة السماء وأمواج الخليج الهادئة لتؤذن بعودة الفرح من جديد في أيام عيد الأضحى السعيد. فيتنادى صناعه أنها نحن هنا قد شددنا مآزرنا وشمرنا عن سواعدنا لإيقاد شعلة مهرجان الدوخلة من جديد. دوخلتي حجيبي 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 لمن يجي حبيبي حبيبي حبيبي. في عامه الخامس حظي المهرجان بتواصل التشجيع والدعم المعنوي الكبيرين من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد حفظهما الله. تمثل بمتابعة حثيثة وحرص وتوجيه من قبل سعادة محافظ القطيف الأستاذ عبد الله بن سعد العثمان، ودعم لا محدود من قبل المؤسسات الحكومية والرسمية في المحافظة والمنطقة، وفي مقدمتهم بلدية محافظة القطيف برئاسة المهندس خالد بن علي الدوسري، الذي وجه بتواصل دعم المهرجان بكل ما من شأنه استمرار إبرازه كأهم حدث تراثي ثقافي سياحي ترفيهي على مستوى المنطقة الشرقية. وهكذا كان. دوخلتي حجيبي 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 لمن يجي حبيبي 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 حبيبي. جاء يوم 9 من شهر ذي الحجة لعام 1430 للهجرة موعد الافتتاح الكبير الذي حضره العديد من شخصيات ووجهاء المنطقة، حيث قام سعادة الشيخ غسان النمر بافتتاح المهرجان إيذانا بانطلاق برامجه وفعالياته التي بلغت 23 فعالية مختلفة تمس جميع الفئات ولامست كل الأذواق لزوار المهرجان بقسميه النسائي والعائلي. أهلا وسهلا بكم في مهرجان الدوخلة. أهلا وسهلا بالدوخلة. توج الافتتاح بأوبريت رقص الشطآن الذي حاك تراث المحافظة وحضارتها، وتوالت بعده البرامج والفعاليات والأنشطة حتى 7 أيام متتالية، فارتسمت على أرضه لوحة من أروع ما يمكن تجسيده من خلال تمازج المواضيع وتنوعها لتحاكي شعار المهرجان لهذا العام: القطيف حضارة وثقافة. فكان فولكلور الدوخلة الذي عاش معه الأطفال الشوق إلى الماضي ومتعة الحاضر، فأنشدوا جميعا أهزوجة الدوخلة وتغنوا بفرحهم بقرب عودة آبائهم سالمين. النادي الثقافي والأدبي سطع نوره في سماء المهرجان، فنظم الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية، وأقام معرضا للكتاب الذي توافد إليه الزوار من جميع الأعمار
وسجل حراكا ثقافيا بامتياز. واجتذبت المعارض الفنية محبي الفن والإبداع، فمن الخط العربي الأصيل إلى التصميم الرقمي الحديث، مرورا بمعرض الفن التشكيلي ومعرض التصوير الفوتوغرافي وفن النحت على الرمال والمرسم الحر. خلتي حجيبي 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 لمن يجي حبيبي حبيبي حبيبي. وكان لمسرح الدوخلة هو الآخر نصيبا وافرا من النجاح، فقدم للجمهور مسرحيات مميزة بالإضافة للعروض الشعبية والفلكلورية والترفيهية التي نظمها المسرح الخارجي، إلى جانب المسابقات الترفيهية المستمرة في قسم الألعاب الرياضية. وفي قسم الألعاب الشعبية تعرف الأطفال على الألعاب القديمة واستعادوا بعضا من ذكريات آبائهم معها. ووقفت القرية التراثية شامخة تجسد الحضارة العريقة للقطيف وسكانها، فغدت بذاتها معلما سياحيا داخل معلم سياحي، فعادت بالزمن إلى الوراء، فمن البناء القديم ووسائل العيش والحياة إلى الحرف القديمة والمقهى الشعبي، فالحياة الاجتماعية وذكريات البحار والغواص والنوخذة التي حن إليها الأجداد وتفاعل معها الأبناء بشوق عارم للمزيد. وكذلك معرض السيارات الكلاسيكية والمعدلة الذي حقق نجاحا باهرا فاق كل التوقعات. وفي استراحة الدوخلة توقف الجميع، حيث الماضي بذكرياته الجميلة وابتسامات الرضا ترتسم على وجوههم، وهم يرتشفون قهوة بطعم ذلك الماضي الأصيل صنعت خصيصا لضيافتهم. وكان للمرأة نصيب، فكانت رائدة وقائدة ومدبرة ومديرة في قسم خاص بها من أرض المهرجان، بنته كما تريد وشكلت برامجه كما المرأة تريد، فأثمر هذا الجهد المشترك بين المرأة والرجل عن عمل رائع زانه تجمع واجتماع 972 متطوعا ومتطوعة في هذا العمل الاجتماعي الإنساني الكبير. جاءوا من مختلف مناطق محافظة القطيف ليضربوا أروع الأمثلة في التضحية والإيثار وحب الأرض والوطن، فكانوا شموعا أبت إلا أن تضيء سماء المهرجان الذي بلغت مساحته هذا العام 36,000 متر مربع، توافد عليه خلال 7 أيام ما يزيد على 170,000 زائر. فبرغم هذا العدد الكبير وصغر المساحة، فقد كان في القلوب متسع وفي الأنفس شوق للقاء. ما كان لكل ذلك أن يكون لولا الدعم والرعاية المالية السخية الذي لقيها هذا العمل الإنساني من قبل شركات ومؤسسات عديدة، جاء في مقدمتها الرعاة الرئيسيون للمهرجان، وهم الهيئة العامة للسياحة والآثار، مجموعة غسان القابضة، شركة الجميح القابضة، مؤسسة الشلال الذهبي التجارية، شركة مطابع البيان العربي المحدودة، مؤسسة بيت الرواد، شركة SGV الدبل، دار اليوم للصحافة والنشر. كما كان للدعم الرسمي أثره البالغ في مسيرة النجاح، حيث ساهمت فيه العديد من المؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها محافظة القطيف، بلدية محافظة القطيف، مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية، حرس الحدود بمحافظة القطيف، إدارة الدفاع المدني بمحافظة القطيف، شرطة محافظة القطيف، إدارة المرور بمحافظة القطيف، المديرية العامة لشؤون المياه بالمنطقة الشرقية، المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، نادي المنطقة الشرقية الأدبي، الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون
فرع الدمام. ولا ننسى الكثير من المؤسسات التي ساهمت كل حسب إمكانياته في دفع مسيرة المهرجان إلى النجاح، حيث تلقى المهرجان دعما من قبل مؤسسات عديدة لا يسعنا إلا أن نتوجه إليهم بالشكر والعرفان والامتنان لنجدد اللقاء في الدورة السادسة لمهرجان الدوخلة. من يوم على اليامال والموال ونها مرسل الحان، على اليامال والموال ونها مرسل الحان، أبرسل دوخلة شوق الفريد أنشد عن الغاية، بعون الله تجيب الدوخلة علما